أصبح كل قائد عسكري عنده حلفائه في الساحة. فالقائد حميدتي عنده حلفائه في الدعم في مجموعة المجلس المركزي، وهذا يعني ظهر بشكل سافر. والفريق البرهان لديه حلفائه في الساحة. من حلفاء الفريق البرهان سيد مبارك الفاضل؟ من حلفاء البرهان في الساحة السياسية؟ أترك لك هذا لاستنتاجاتك. أنا ما أعرفش يا ست هاني، أنا لو أعرف أقول على طول. لا ليست لدي استنتاجات فعلا والله، لكن أنا ما عندي استنتاجات. أنت قلت أن المجلس المركزي هو الحليف السياسي لحميدتي. من الحلفاء السياسيين للبرهان؟ نعم، ده لأنه ده أنا رأيت بأم عيني مستشار حميدتي يشارك في اجتماعات في وفد المجلس المركزي مع الآلية الثلاثية. من مستشار حميدتي يعني الذي شارك؟ قبل أن أعود إلى سؤالي، من تقصد بمستشار حميدتي؟ الأستاذ عزت. الأستاذ عزت ماذا؟ يعني ما اسمه؟ هو المستشار السياسي. ما بقية اسمه؟ للفريق. والله عزت، لا أذكر الاسم الثاني، لكن هو كان مشارك وعنده صور يعني في طيب يعني سنبحث عن عزت حتى نصل إليه. لكن أنا عودة إلى سؤالي، من حلفاء البرهان السياسيين؟ أنت تتعرف على ذلك. قول أنت بقى. يعني أنا هي الأمر ليس منوط بي يا سيد. أنا فعلا ما أعرف، لكن الأمر حتى مش منوط بي، منوط بالمشاهد الذي يستمع إلينا الآن. وهذه بالتأكيد ليست أسرار. يعني أنت أكيد مش خايف، أنت مبارك الفاضل مش خايف تقول أنا أقول لك أنت تريدني أن أذهب إلى السجن؟ لا أقول لك الآن في قوى سياسية أكثر قربا من البرهان، ولكن تحالف حميدتي. من هي هذه القوى؟ ما احنا خلاص عرفنا مين متحالفين مع المجلس المركزي. ليس سرا، لأنه حميدتي. من هم الحلفاء السياسيين للبرهان؟ الحرية بدون من الحلفاء السياسيين للبرهان يا سيد مبارك؟ بيتك وانت ورانا. أنا بقول لك في الساحة السياسية، أنا لست يعني مسؤولا عن أن أقول من. نحن في مأزق كبير، أرجو أن احنا نخرج منه بأقل الخسائر. بالتأكيد أنت مسؤول، لأنك يعني أنا متأكد وموقن أن رجل بحجم مبارك الفاضل لا يخاف من أحد ويخرج كل ما في صدره. فقل لي ببساطة شديدة، من الحلفاء السياسيين للبرهان؟ أنا ما بخاف. أخاف من منو؟ أخاف من شنو؟ ما في حاجة أنا أخاف منها. أنا كبير الله طويل الزلط. أنا نوع التحالف، أسمع، نوع التحالف أو القرب بين هذه القوى السياسية والبرهان يختلف عن العلاقة بين حميدتي والمجلس المركزي. فلذلك جميل. العلاقة بين حميدتي والمجلس المركزي أصبحت عملية في السطح. أنا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. ليست يعني يا سيد مبارك الفاضل، يعني عفوا مرة أخرى أنا لا أستطيع أن أتجاوز هذا السؤال لأهميته فقط. من الحلفاء السياسيين للبرهان الذي تقصدهم أنت الآن في حديثك؟ يعملوا فين مع عاشور 10 والله عاشور 10. يا أخي أنا لن أجيبك. ليه؟ دي مهمتك أنت كصحفي. هو أنا مهمتي أنزل أدور في الشارع عن الحلفاء السياسيين؟ أنت اللي قلت، أنا ما قلتش لكن حاجة. أنا تستقصى، أنت مش صحفي. الله، أنت اللي قلت يا سيد مبارك. هو أنت المفترض شغال مصدر ليك. أنا ما أنت قلت إن المجلس المركزي حلفاء حميدتي. أسمع، أنا بقول لك أنت اللي قلت. فدلوقتي مين الحلفاء السياسيين للبرهان؟ أنت الذي قلت مش أنا، وأنا مش دوري إن أنا أدور على كلامك. اسمعني، ايش استفدت أنت من هذا السؤال؟
ايش استفدنا جميعا من هذا؟ ايش استفدت انا؟ احرجتنا على ايش استفادت الامه؟ اسمعني، لا تدور، انت صحفي تبحث عن المعلومات. انت مش عايز تقول. طيب خلاص، انا برى ان هناك ازمه. انت لو مش عايز تقول، ولو يا سيد مبارك عشان يكون، لو انت قلقان من حاجه ومش عايز تقول، انا هتجاوز السؤال. وهحترم اللي انت مش عايز تقول لاسباب عندك قلقان منها. لا انا مش قلقان، لكن انا طيب قول لي. مش مهمتي اقول لك. انا بقدر ابوح انا ما لاقي صريح، نقولي روح نقولي جريح، يمكن شيء يفوح والناس ما بتريح.